عيادة الموتوسيكلات. سلسلة جديدة هنتكلم فيها إن شاء الله عن إزاي تكشف على الموتوسيكل بتاعك وأنت بتشتريه، سواء كان زيرو أو مستعمل، وأهم الأجزاء اللي في الموتوسيكل. نقدمها لكم أخوكم محمود سامي. يلا بينا نشوف أول مريض معانا في حلقة النهاردة، ألا وهو رخصة الموتوسيكل. سألنا سؤال الحلقة اللي فاتت، هو أنت لما تيجي تشتري موتوسيكل بتاخد رخصة مين؟ يعني بتاخد رخصة السواق ولا بتاخد رخصة الموتوسيكل؟ او بتاخد انهي رخصه القياده الشخصيه ولا رخصه المركبه؟ طيب انت المفروض يا صاحبي لما تيجي تشتري موتوسيكل تاخد رخصه المركبه اللي هي دي، بيبقى مكتوب فيها بيانات الموتوسيكل زي رقم الشاسيه ورقم الموتور وكم سلندر ومجمعها فين ولونها ايه وتاريخ فحصها وكم سي سي ونوعها ايه اصلا، موتوسيكل ولا عربيه واسمها ايه، فاهم الحاجات دي كلها. انما رخصه القياده الشخصيه دي بتاعت السواق نفسه بتبقى معاه عشان هو يتعرف ان ده راجل بيعرف يسوق، عدى امتحانات السواقه وبيعرف يسوق. انما رخصه المركبه دي عشان تدل ان انت مالك المركبه ديت، تمام؟ دي الناحيه دي بيبقى فيها البيانات زي ما قلنا، فيها بيانات الموتور اللي اكتشفنا عليه المره اللي فاتت، وبيانات الشاسيه، وبيانات الموتور اللي بيبقى قدام دوت، تمام؟ الناحيه التانيه لو لفينا عندنا بيانات بقى بتاعت صاحب الموتوسيكل، اسمه وعنوانه اللي انا عايز عليهم دولت، ورقم الموتوسيكل، تمام؟ ونهايه تاريخ الفحص والتحرير اتعمل امتى ووحده المرور، تمام؟ كل البيانات بقى ايه بتاعت الترخيص نفسه. فدي انت بتاخدها لما بتشتري موتوسيكل، تمام؟ لو انت هتشتري بعقد مسجل دي بتتلغى. لو انت هتشتري التوكيل بتاخد الرخصه دي، بتاخد معاها التوكيل، فلازم تبقى ماشي من الاثنين. لو وزاره توقفك بتطلع له ده ان انا معايا صاحب المكنه، هيقول لك طب ازاي صاحب المكنه هو اسم الرخصه مش باسمك؟ هتروح مطلع له التوكيل ان صاحب المكنه دي عمل لي مبايعه بقى عادي وانا ماشي بالرخصه بتاعته لحد ما تخلص. فهمتوا؟ دي بالنسبه للرخص. طبعا احنا يعتبر خلصنا الجزء اللي قداماني ده كله، هنبدأ نتكلم عن الجزء الخلفي اللي هو بتاع آلة الجر والسرعة بقى والحوارات دي كلها، وده يبقى موضوع الحلقة الجاية إن شاء الله. وكمان يسألوا في سؤال الحلقة عن آلة الجر، تفتكر إيه الفرق بين الترس الكبير لما أكبر ترس ورا ولما أصغره؟ ومين بيديني سرعة ومين بيديني عزم؟ والاتنين بيأثروا إزاي على الموتور أساسا؟ لو عارف اكتبوا تحت في الكومنتات، ولو مش عارف استنى موضوع الحلقة الجاية هنتكلم فيه عن الحوار ده كله. وبس كده ما تنساش يا صاحبي تعمل لي فولو نشوف كل جديد، وما تنساش ان الدولار مختص الشيء لابد منه عشان تبقى ضامن ان انت بتحط فلوسك في البنك الصح. ودي كانت حلقه النهارده من عياده الموتوسيكلات.